والله شعور مربك كذا. خلاص ما عاد اشتري له هو، ما عاد افعل. بطلب منه أن يدعي لليمن. خلاص اتمنى الموت بعده. قبل ما نبدأ لا تنسوش الدعاء لإخوانكم، ما زالت المعاناة مستمرة والمقاطعة أقل واجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة ويوم جديد. حلقة اليوم رهيبة وجميلة وبتكون لطيفة على القلوب، لأن بدايتها لازم نصلي على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية السؤال موجه لكم أنتم قبل الناس اللي بيكونوا معي. كل شخص فيكم يتخيل ماذا لو عاد بكم الزمن إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعشتم يوم واحد في أيام الرسول، كيف بتقضوا هذا اليوم وإيش بتسووا فيه؟ اكتبوا لي في التعليقات كيف بتكون إجابتكم، وأنا إن شاء الله بشاهد كل التعليقات. وخلونا نشوف الناس اللي بيكونوا معي إيش بتكون إجاباتهم، وأنا متأكد إن شاء الله بتكون إجابات رهيبة وبنعيش أجواء جميلة جدا وروحانية، وإحنا نذكر حبيب وطبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناس اللي مش مشتركين في القناة أنا مش عارف ليش منتظرين لحد الآن وما اشتركوش. مواضيع إن شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية لأنه بدون انقطاع قوية من مقالب من تجارب اجتماعية ومن أسئلة هادفة وأيضا كوميدية، لذلك اشترك الآن ما فيش معك أي وقت واخبط زر اللايك اللي هو الإعجاب بلاش على ضمانتي لما تكسر الشاشة. تعال يا نبيل. إذا عاد بك الزمن إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعشت يوم كامل أنت والنبي، يشفع على أمة محمد، يشفع على الأمة هذا ويدعي لغزة. يا سلام، جيت في صميم الموضوع. يدعي لغزة، والله نحن عم نبصر غزة. يا سلام. مع ذكر غزة وفلسطين، طبعا أنتم عارفين مستمرين مقاطعين، وأضعف الإيمان الشيء اللي إحنا نقدر عليه الدعاء والمقاطعة. ما زالوا إخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين يعانون، وربنا يسلمك. والله أنا بيمزقوا قلوبنا، مش غير بيعانوا. حقيقة شعور عظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذاك اليوم يوم استثنائي، يكفي بس الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. يوم كامل بتقضيه معك كامل ولا بتفارق ولا النصائح وأشياء كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بتكون اللحظات هذه؟ النبي جالس جنبك يعني. حاجة عظيمة جدا جدا جدا، يعني حتى الخيال حاجة ما شيء لا يوصف. شيء لا يوصف. كم حظي من العالم هذا حين كنت بجوارك يا رسول الله، وأقبل قدميه أقول شوف يا رسول الله إلى أن وصلنا بعدك وأن كنا كيف أصبحنا. الله، يعني بتشكيله والدمع في عيني والله. إن شاء الله يعني هذا أمنية يعني مستحيلة، لكن هذا أملنا. الله يرزقك رؤية الحبيب المصطفى إن شاء الله. لا شعور الصراحة لا شعور، ما قدرنا نعبر فيها أبدا. لا تكون في حالة صدمة من شدة الموضوع. أيوة، لأنه ما أقدر أعبر فيها أبدا والله. بدون أي كلام، بدون أي شيء صراحة. صلوات الله عليه. الله يسعدك ومشكور يا عم وياك. الله يعطيك العافية. إذا عاد بك الزمن إلى أيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعشت يوم واحد كامل مع النبي، كيف بتقضي هذا اليوم؟ خلاص أتمنى الموت بعده. خلاص أتمنى الموت بعده بأمانة. خلاص إذا عشت اليوم أتمنى أموت بعده طوالي والله بدون إنها قشعريرة والله. نعم هذا شيء يعني إحساس جميل جدا جدا طبعا عند إنسان، ومشاعر طيبة خاصة عندما تعود إلى يعني كيف أقول لك لا أستطيع تعبير يعني. شوف أنت للأمانة اختصرت الكلام كامل. يريد قضاء يوم كامل مع الحبيب المصطفى جنبه لزم وبعدين يموت. هذه إجابتك وإجابتي كمان. الله ربنا يسعدك. الله يجزاك أستاذ جميل. والله شعور مربك كذا. اللهم صل وسلم عليه مع النبي. يوم كامل 24 ساعة وأنت مع النبي تقضيها، إيش بتسوي؟ بأجلس يعني أتحدث معه ولا أفارقه صراحة. أشوف دموع الشوق في عيونك. أي والله، صلوات الله عليه وعلى آله. الله يعطيك العافية. الجميع. والله العظيم انه يعني اي مؤمن اي مسلم لا يمكن انه يقدر يتحمل هذا اللحظه، او انه يكون رده مثل رده اي بشر يعني بتكون
اللحظة أكبر من أي عقل. أكبر من أي عقل، يعني شيء لا يوصف، شيء يعني يكون مثل ما تقول يعني يكون من الخيال يوم تكون أنت والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يسعدك مشتاق. آمين إن شاء الله. أقول له أنك تدعي لي ادخل الجنة. بطلب منه أن يدعي لليمن تظل في سلام حتى قيام الساعة. الله، أحلى دعوة يتمناها كل الشعب اليمني، والله يسعدك. الله يسعدك. بأدعيه وأستغفر وأصلي وأقوم له بأي حاجة يشتي مني. تخدم النبي 24 ساعة. 24 ساعة ولا يمكن أمل أو يعني أحس بشوية تعب. والله بان تسمع النبي صلى الله عليه وسلم شوف ابتسامة كذا، يعني شوف مجرد الخيال انك ترجع للزمن شيء. يعني قد هو شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبان يعني نكثر من الصلاة على النبي والأحاديث يعني قد يسمع ايوه نعم ان شاء الله باذن الله. مشتاق للحبيب المصطفى. كثير كثير مشتاق اني اجلس معه يعني قد رسول الله. تخيل يكون امامك النبي. الله يعني نعم. خلاص ما عاد اشتري له، ما عاد افعل. اتمنى انني ارجع الى زمن الرسول، يعني الحمد لله لانني حلمت الرسول يعني حقيقي. لحظة، حلمتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي والله حلمتي مرة؟ ثلاث مرات. لا والله، وحلمت علي بن ابي طالب، والله ما هو كذب. طيب لو سمحتي يعني ولو بنتدخل كذا شغفا وحبا انا والمتابعين اكثر من 1,200,000 حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، اعطينا حتى حلم واحد هكذا، ممكن نعرف حتى حلم واحد حلمتي النبي. ايوه انا حلمت مرة انني دخلت مدرسة خولة، مدرستي درست فيها، وان كان مطر، وكان اول ما دخلت عند المديرة مثلا حقنا شفت بخور، قالوا لي كان زحمة، كان هذاك الوقت زحمة، قال لي ابتعدي يعني خري يعني رسول الله، وانا التفت كذا وما شاء الله يعني كان حملت اصافحه بيدي، قلت انت رسول الله؟ قال ايوه. قال لي وجهها حلمتي؟ ايوه ما شاء الله بدر وشعر يعني كان اسود ما شاء الله، يعني كان شباب. ومعروف ان الشيطان اعوذ بالله منه لا يتشبه نهائيا في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكرت انني احلم رسول، حلمت فجأة قال انا رسول الله، بدأت اصافحه، مسكت يديه يعني ما خليتش، يعني انا بعدت يدي وهو بعد يده. بس كان من صفاته انه ما كان شيء يعني يزعل الصحابه انه هو يمسك يدهم ويفعدهم، انا بعدت يدي قبل ما اذا اللي اقدر اقول هنيئا لك، وباذن الله انا وكل الناس المتابعين وحتى الموجودين ما شاء الله بإذن الله ربي يرزقنا أن نشاهد ونرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحلامنا في الدنيا، وأن نكون بجواره في الجنة. قولوا آمين يا رب. والحلم الثاني أنني دخلت كأنني نزلت زي القبر، وشفت في سرير واحد يعني رجل أسمر كذا يبدهفه. يوم جيت سألت واحد شيخ في الحلم نفسه، قلت من هذا؟ قال هذا رسول الله وهذا علي بن أبي طالب، والله إنه بدهفه. وشفت قمت من الحلم وانا سعيده انني سبحان الله علي. انا سعيد وانت مجرد تكلميني، فما بالك وانت حلمتي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب يعني رضي الله عنه. الحمد لله. الله بكر. امين. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. بالدنيا كلها اليوم يكفي هذا، خلاص انتهى الموضوع. انا يعني اشتي عمري مجرد يوم اللي هم 24 ساعة يكفي. وصلنا إلى نهاية وختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات جاية، مقالب، تحديات وتجارب اجتماعية، طبعا مع أحلى لمة وأحلى ناس اليوم موجودين. أتمنى لكل من شاهد هذا الفيديو أن يسكن بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجنة بإذن الله. اكتبوا لي في التعليقات ايش شعوركم لو عشتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يوم كامل. وكمان اللي مش مشترك في القناة لحد الآن أنا مستغرب، قولوا لا يشترك يا عيال، قولوا اشتركوا، اشتراك، لايك، وانشروا الحلقة في كل مكان، وفي أمان الله.